إعلاننا النهاردة هو إعلان البنك الزراعي المصري في رمضان 2024. أهلا بيكم في حلقة جديدة من عاش ولا بلاش. إحنا قدام إعلان بطريقة مختلفة عن كل الإعلانات اللي إحنا متعودين عليها. إعلان بيحاول إن هو يصحح مفهوم مش حقيقي، والمفهوم ده إن البنك الزراعي بس للمزارعين أو لأي حد ليه علاقة بالزراعة والمحاصيل الزراعية. وده طبعا علشان اسمه. الجميل في الإعلان ده واللي نقول لهم عاش عليه هم إن هم حاولوا إن هم يفكروا شوية إن هم يوصلوا رسالة للناس بطريقة كوميدية ولطيفة وخفيفة بشكل مباشر، علشان نقول إن البنك ده مش بس للزراعة، البنك ده بيعمل حاجات كتير وممكن يساعدك في حاجات كتير، وليه طبعا خدمات تمويلية لمعظم القطاعات. في ناس كتير ممكن ما تعجبهاش فكرة الإفيه أو فكرة الربط كلمة الزراعة إن إحنا بنزرع في الناس الإخلاص أو بنزرع في الناس الحاجات التانية علشان تتربط. بس أنا مش متفق مع الناس دي، بالعكس كان لازم أنت توصل رسالة غريبة شوية من نوعها عشان تلفت الانتباه، وده شيء مطلوب جدا في أي إعلان. الجزء اللي احنا ممكن نقول عليه بلاش او ممكن كنا نفكر فيه في حاجات افضل، ان احنا الالوان اللي تم استخدامها في جزء الموشن مش هي الالوان المناسبة اللي تخطف العين وتكمل نجاح الاعلان. حتى الصفحة بتاعتهم والبيج بتاعتهم هنلاقي ان اللون الاخضر مش بنفس الدرجة اللي تم استخدامها في جزء الموشن. طبعا استنونا في حلقة جديدة من عاش ولا بلاش، ولو كلامنا عجبك ياريت تعمل لنا لايك وسبسكرايب علشان تشوف حلقات جديدة من عاش ولا بلاش.